أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأشرقت الأرض بنور ربها. وفي الزيارة تقرأ: وأشرقت الأرض بنوركم. الأنوار الإلهية متعددة من حيث تعدد الحجج الإلهية، ولكن حقيقتها واحدة، لذلك فنورهم نور واحد. تقرأ أيضا: نور على نور في القرآن، نور على نور، نور على نور، يعني أكثر من نور، نور يضاف إليه نور آخر، ولكن في النهاية يهدي الله لنوره من يشاء. إذن الهداية لنور واحد، فحقيقة الأنوار حقيقة واحدة. إحدى الحجج الإلهية وإحدى الأنوار الإلهية، بمعنى الحجج الإلهية، صاحب هذه المناسبة الإمام الحسن الزكي العسكري سلام الله عليه. طبعا الإمام العسكري عليه السلام قد يلقب بالعسكري، كما سمعتم من الأخ الأستاذ جواد حينما ذكر مناسبة السكنى، ولكن هذه رواية تاريخية، يعني تاريخيا الكلام تام، مناسبة تاريخية، ولكن قد يكون هناك معنى آخر بمناسبات الروايات والأحاديث، فيكون له مقام آخر وعنوان آخر وسبب آخر للتسمية، كيف واسمه سبق على ألسنة أجداده الطاهرين وجده الأعظم صلى الله عليه وآله، قبل أن يأتي موضوع سامراء وقبل أن يأتي موضوع العسكر. تعليقة أخرى قبل الدخول في الموضوع: القارئ السيد الذي تقدم بالقراءة، قراءته حقيقة أمتعنا بها، وإنصات الجلوس والحضور إنصات جميل أيضا ورائع. ولكن إذا أراد الإنسان أن يستمتع في هذا الجو القرآني، عليه أن يستحضر أن القرآن كلام الله، وكلام الله معناه أن الله يتكلم معك، الله يتكلم معك، فأنت تنصت. وإذا قرئ القرآن
فاستمعوا له وأنصتوا. هناك في الصلاة حينما يصلي الإنسان، وبالذات صلاة الجماعة، يعني في الجماعة وفي غيرها، ولكن بالذات صلاة الجماعة، حينما تقرأ الفاتحة، فالمصلي حينما يقرأ الفاتحة قرآن وهو كلام الله، ولكن في هذا المقام يعلمنا الله كيف نتكلم معه. فأنت حينما تقرأ الفاتحة أنت تتكلم مع الله بما علمك الله. فإذا فرغت من الفاتحة تقرأ السورة. هنا على المصلي أن يستحضر أمرا آخر، وهو أن القراءة للسورة كلام الله معك، فكأن المعنى أنك تكلمت مع الله بقراءة الفاتحة. لما فرغت من القراءة الله الآن كأنه يرد عليك، انتهى خطابك مع الله فيأتي خطاب الله معك، فتقرأ قل هو الله أحد مثلا، هذه قل هو الله أحد كلام من الله معك. اللي يصلي جماعة على نحو يعني التحديد ينصت لقراءة الإمام في قراءة الفاتحة، يعني في خطاب الإمام مع الله، لأن قراءة الفاتحة ما يقرأ المأموم، ما يقرأ الفاتحة. لماذا؟ يعني بالمعنى، مو بالحكم الفقهي، بالمعنى هذا الإمام الصلاة هي وفادة على الله، والمصلون وفد إلى الله، ورئيس الوفد إمام الجماعة، والذي يتكلم مع الله بقراءة الفاتحة كما علمه الله إمام الجماعة. يعني مو كل المصلين يتكلمون مع الله، مو كل الوفد كل واحد يتكلم، رئيس الوفد يتكلم والباقي ساكت. إذن الوفد عليه أن ينصت للمتقدم أمامه كيف يتكلم مع الله بما علمه الله. وحينما يشرع في السورة على هذا الوفد أن ينصت بأن هذا كلام الله معكم أيها المصلون. استحضار هذا المعنى في الصلاة عروج بالروح إلى الله. استحضار هذا المعنى في محفل قرآني يشكل أيضاً عروج وسمو روحي للإنسان. بعد هذا نأتي بحديث مختصر عن صفحة من صفحات مولانا أبي محمد الحسن الزكي العسكري سلام الله عليه. وهذه الصفحة وهي من أهم الصفحات، وكل صفحات الإمام مهمة، كلها في غاية الأهمية، ولكن نقرأ هذه الصفحة فيما يتعلق بولده الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أول ما تقرأ في إمامة الإمام الحسن الزكي العسكري عليه السلام أن مدة إمامته 5 سنوات.
وبالكثير 6 سنوات. يعني هذا عمر قصير جدا، 5 سنوات أو 6 سنوات. لكن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة أدوارهم وأعمالهم ليست مرتبطة بالزمن، فهم فوق الزمن، هم فوق الزمن. يعني أنت تنظر مثلا إلى النبي صلى الله عليه وآله، انظر إلى مدة حياته الرسالية في التبليغ، تحدد بحدود 23 سنة. رسالة، أعظم رسالة من السماء، أعظم رسالة إلهية للعالم أجمع من أول الدنيا إلى فنائها. مدة التبليغ فيها النبوي 23 عاما. تجي إلى رسالة نوح النبي على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء سلام الله، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 قبل الطوفان و50 بعد الطوفان، المجموع 1000 سنة. شلون هذا يبلغ 1000 سنة؟ يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، عمل دؤوب 1000 عام. هذه مدة تبليغ رسالة نوح. ورسالة نوح ليست بحجم رسالة النبي صلى الله عليه وآله، بينما الإسلام الذي هو أعظم من كل الأديان يبلغ في 23 سنة، طبعا بالبلاغ النبوي. إذن عملهم لا يقاس بالزمن، لأنهم فوق الزمن. النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته بلاغهم بلاغ نوعي، عليك بالنوع، عليك بالكيف. فهذا الحساب يحسب بهكذا قضية. مثال أكثر وضوحا وأكثر جلاء، الإمام الحسين عليه السلام مدة أدائه في جهاده الذي استشهد فيه، موقف الحسين يوم كربلاء، إذا تقيس بالزمن ظرف ساعة زمنية واحدة وانتهى كل شيء. ساعة واحدة، هذا الزمن، قياس بالزمن ساعة. لكن العطاء من هو المعطي، وما هو العطاء، وما هو أثره، وما هو مردوده. فساعة واحدة استشهد فيها الحسين شغلت العالم من آدم إلى يوم القيامة. ساعة واحدة، الكل يشتغل بهذه الساعة، الكل مشغول بهذه الساعة. وفي عالم البرزخ مشغولون بهذه الساعة، وفي القيامة مشغولون بهذه الساعة. وأهل النار يعرفون هذه الساعة، وأهل الجنة يشتغلون في هذه الساعة. ولا نهاية لهذه الساعة، لكنها ساعة واحدة. إذن أهل البيت فوق الزمن. طيب، إذا نجي إلى الإمام العسكري عليه السلام، إمامته 5 سنوات، بالكثير 6 سنوات. أول ما يلاحظ في هذا الأمر، في السنة التي تولى فيها الإمام
العسكري عليه السلام الإمامة، في نفس السنة ولد الإمام المهدي عليه السلام. شوف التزامن، شوف دقة الترابط في هذا المعنى. يتولى الإمامة يولد الإمام. إذن ال5 سنوات هذه من إمامة الإمام العسكري عليه السلام ارتباطها الأهم هنا بولده، لأنه إعداد لخاتم الأوصياء. محور العالم من آدم إلى قيام الساعة، هذا المحور اللي يقوم به من؟ الإمام المهدي سلام الله عليه. وقيامه بهذه المهمة طبعا بالنيابة عن جده الأعظم صلى الله عليه وآله، فهو جزء من جده. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا يعني في الشق الثاني أن البلاغ النبوي اللي في 23 سنة له جانبان: الأول بلاغ الأمة العام وقام به بنفسه صلى الله عليه وآله، والثاني بلاغ الأمة وفق معطيات الزمان والأحداث، وهذا موكول إلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ومنها مهمة الإمام المهدي عليه السلام، لأنه هناك نقطة جوهرية. لما خلق الله آدم عليه السلام ورفض إبليس أن يسجد لآدم، انقدح من هذه اللحظة صراع بين الحق والباطل، وانطلق الباطل يصارع الحق ويصول ويجول عبر آلاف من السنين وآلاف من الدهور. ومرت سلسلة من الأنبياء، في بعض الروايات 124,000 وفي بعضها أكثر من ذلك. إذن كل هذا يمثل الصراع بين الحق والباطل، لكنه لم يأتي اليوم الذي شريعة السماء وحجة الإله يحسم الموقف في الأرض وينهي أمر الباطل ويجعله نسيا منسيا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يدمغه يعني الضرب على الدماغ، على الرأس. إذا ضرب الشخص على رأسه تارة تكون الضربة غير قاتلة، وتارة تكون لا تصل إلى الدماغ. إذا وصلت إلى الدماغ فهي قاتلة. إذن القرآن قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني تصل الضربة إلى وين؟ إلى الدماغ. إذا وصلت الضربة إلى الدماغ يموت الباطل أو لا يموت؟ فإذا هو زاهق. ولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، وعلى ذراعه آية مكتوبة، وعلى ذراعه آية مكتوبة: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل
كان زهوقا. إذن أول ما يتولى الإمام الإمامة يولد الإمام المهدي. إذن ها هنا هذه المرحلة مرحلة إعداد لمن؟ إعداد للإمام المهدي عليه السلام. ظرف الإمام العسكري عليه السلام ظرف حرج، في غاية الحرج وغاية الصعوبة وغاية الشدة، وهو يجمع بين أمرين متضادين. الأمر الأول، يجب عليه أن يخفي أمر ولادة ولده، لأنه مطلوب من بني العباس، إن علموا به قتلوه، فالواجب إخفاء أمره. في نفس الوقت عليه أن يظهر أمر ولادة الإمام. لماذا؟ لأنه اللازم على الأمة أن تتعرف على ولادة الإمام، وأنه موجود، وأنه المهدي الموعود، وأنه الذي يتولى الأمر بعد أبيه. فلا بد أن الناس يعلمون، ولا بد أنه يخفيه. إذن هذان أمران أحدهما يعارض الآخر، فهي مهمة شاقة، ولكن رجل الموقف إمام معصوم. مهما يكن صاحب الموقف إماما معصوما، يعني هو فوق الظروف، فوق الزمان، فوق المكان. قدرته إلهية، حكمته إلهية. فقام الإمام عليه السلام بكلا الأمرين. أما ما يخص أمر إظهاره فإنه كتب إلى شيعته وإلى زعماء شيعته، كتب لهم في الأمصار يبلغهم يخبرهم بمولد الإمام سلام الله عليه، وعلى هؤلاء الزعماء أن يخبروا من وراءهم من شيعة أهل البيت بخبر مولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذه واحدة. الثانية، ربما يدخل عليه بعض من شيعته والوجهاء في أثناء ما يدخلون على الإمام العسكري عليه السلام. تلاحظ إذا تقرأ في التاريخ أو في الروايات، بينما هم جلوس إذ دخل عليهم صبي. شلون دخل عليهم؟ هذه حركة مقصودة، دخل عليهم، يعني الإمام المهدي عليه السلام يدخل على أبيه في المجلس، فهؤلاء ينظرون ويسألون من هذا، أو حتى قبل أن يسألوا الإمام يقول هذا إمامكم من بعدي، هذا صاحبكم. فهم إذن قد رأوه رأي العين، فإذا ما خرجوا تحدثوا. يتكرر هذا المشهد حتى يثبت إيش؟ وجوده. أبعد من هذا، ربما دخل عليه علماء أو فقهاء أو وجهاء من غير شيعته فيجلسون معه. يتكرر هذا المشهد، يدخل الإمام المهدي عليه السلام فيرونه فيسألون فيجيبهم. إذا خرجوا هؤلاء أصبحوا رواة حديث. إذن رواية وجود الإمام ورؤيته يكون تارة من شيعته وتارة من غير شيعته، فتصير رواية معروفة ومشهورة وبعدين متواترة، بعدين يسلم تسليما بوجوده. من الأساليب اللي استعملها الإمام العسكري عليه السلام عق عن ولده ب300 ذبيحة. العقيقة إذا أنت تسوي عقيقة كم مرة تسويها؟ واحدة. الإمام 300 ذبيحة.
مع ملاحظة 300 ذبيحة مو يعني وجبة واحدة، لا، وجبات، يتعدد المشهد، يتعدد الحضور، يتعدد الرواة، وهذا أمر طبيعي. يعني مثلا لما واحد يدعى، يقول له مثلا احنا اليوم معزومين، وين معزوم؟ قال عند فلان. شو المناسبة؟ لازم هذا الحديث يجري، حتى اللي له شغل واللي ما عنده شغل. ايش عنده اليوم عازمينكم فلان؟ قال عنده عقيقة. عجيب، يعني جاي لنا مولود. قال ايه، جاء له مولود، سوى لنا عقيقة واحنا رايحين. وراح. بعد الوجبة رجعوا، من وين جايين؟ قالوا جايين من دعوة فلان. شو اللي عنده؟ قال عنده عقيقة. إذا عنده مولود. قال إيه، ما شاء الله. شنو اسمه؟ متى صار المولود؟ إذا هذا نوع من الترويج الإعلامي، نوع من الإعلام، فيروج إعلاميا وينتشر اجتماعيا ويغطى تاريخيا، وبالتالي يسلم بأمر وجوده تسليما. 300 ذبيحة، مشاهد متعددة. مثلا لو قلنا المرة الأولى 10 ذبائح، وبعد فترة 10 ذبائح، وبعد كذا شهر 10 ذبائح، وبعد كذا، حتى يقضيها 300 ذبيحة خلال 5 سنوات. الفترة هذه الطويلة بالنسبة للعقيقة. إذن طريقة إعلامية من الإمام عليه السلام ليغطي المشهد والحدث بأمر ولادة الإمام بل ووجوده، دون أن تكون هناك شبهة أو تأمل في أمر وجوده. هذه قضية ثانية. القضية الثانية هي أن الإمام عليه السلام أدار إمامته، يعني كيفية إدارة الإمام العسكري عليه السلام لإمامته في الحقبة الزمنية هذا تشبه إلى حد كبير دور إمام غائب. دققوا جيدا في هذا المعنى. طريقة الإدارة تشبه إدارة إمام غائب، مع أن الإمام حاضر. الإمام العسكري مغيب أو حاضر، لكن إدارته في الإمامة تشبه إمام غائب. شوف الدقة في هذا المعنى، لأنه بعد ذلك لما يتولى الإمام المهدي الأمور تكون سلسة، ما في مفاجأة في المجتمع، وما في تخلخل، انسيابية جدا مريحة. أولا أن الإمام العسكري عليه السلام صحيح أنه موجود، ولكن مفروض عليه إقامة جبرية، والدخول عليه كان شاقا جدا، يعني ليس بالسهل أن أحد يدخل عليه، بصعوبة. إدارة عن طريق وكلائه والفقهاء اللي وضعهم الإمام، عن طريق المكاتبة. ومن هنا تجد أن روايات الإمام العسكري عليه السلام، الأحاديث الصادرة منه، يعبر عنها الفقهاء بالمكاتبة، أو يعبرون عنها بالتوقيعات. يعني واحد عنده سؤال يكتب على ورقة ويرسلها للإمام، الإمام يجاوب يوقع عليه. هذه روايات الإمام العسكري هكذا. لماذا؟ لأنه مو متاح الدخول عليه إلا بصعوبة بالغة. إذن هذه الطريقة تشبه إلى وين؟ حد كبير إلى ظروف إمام غائب، وهي نفس الطريقة اللي تولى فيها الإمام المهدي عليه السلام الإمامة. الناس لما يحتاجون إلى فتاوى أو مسائل في الغيبة الصغرى هذه 70 سنة، يأتون إلى السفراء بأوراقهم،
والسفراء يعرضونها على الإمام عليه السلام، والإمام يعطي الجواب ويوقع عليها، فتسمى روايات الإمام المهدي بالتوقيعات، ومنها هذا التوقيع المعروف المشهور: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذه صادرة من الإمام، توقيع. إذن الإمام أدار القضية بهكذا طريقة. ثم إنه تعيين السفير الأول للإمام المهدي عليه السلام إنما عينه الإمام الحسن العسكري عليه السلام. عين السفير الأول لولده وهيأ له وجهزه وأعلنه للناس بأنه هذا هو السفير وهذا اللي يرجع إليه وهو الصلة بينكم وبين الإمام. قضية مرتبة، يعني ما في نوع من التخلخل في يعني اتصال المجتمع بإمامهم المغيب في تلك الحقبة الزمنية، بل هناك إعداد لهذا السفير، إعداد كان من قبل الإمام علي الهادي عليه السلام. السفير الأول عمره 12 سنة، في هالعمر هذا يأتي كخادم للإمام علي الهادي. هذا خادم للإمام علي الهادي من عمره 12 سنة، فيلازم الإمام الهادي ويكون ملازم بالملازمة الخاصة، وينتشر أمره عند الشيعة وأنه ثقة للإمام وأنه وكيل للإمام الهادي، وأن صلاحية عند الإمام صلاحية موسعة، فمن وراء الإمام من الفقهاء وغيرهم يسلمون لهذا الرجل. يعني مو أن المجتمع تفاجأ بالشخصية هذا، لا، معدة. وبعد الإمام الهادي جاء الإمام العسكري عليه السلام وأعطاه نفس المكان ونفس الخاصية، أعطاه الوكالة والتوثيق والاعتماد عليه، وأصبح مقرب وخادم للإمام كما كان للإمام من قبل، ثم عينه سفيراً، ثم صارت الأمور سلسة وتناولها المجتمع وتلقاها بتلك السلاسة وتلك المقبولية من الانسيابية. أعتقد أن الوقت انتهى، وأعتقد أن الكلام لم ينتهي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.